في بدايه الامر لازم اعرفك حاجه، ان لقب الدوري المصري بالنسبه للقلعه الحمراء كان حلما فخاطرا فاحتمالا، ثم اضحى حقيقه لا خيال. 4 مباريات يفوزهم النادي الاهلي، يتوج النادي الاهلي بلقب الدوري المصري. خد عندك كمان ده مش كده بس، ترتيب النادي الاهلي عالميا حسب التصنيف العالمي للفيفا، النادي الاهلي المركز الخامس على مستوى العالم. نعم والله المركز الخامس على مستوى العالم، حاجه تشرف كل مصراوي وتشرف كل الفرق المصريه، حتى تعلي سقف الطموحات الخاص بكل الانديه المصريه، ان انت تسعى وتتعب وتجتهد حتى رغم الاخفاقات والنتائج الكبيره النادي الاهلي بدا بها الموسم، الا النادي الاهلي نهى الموسم بنتيجه هايله جدا هي دوري ابطال افريقيا وسوبر مصري وكمان كاس مصر، فاضل له الدوري. ويبقى ده حدث تاريخي للنادي الاهلي من ضمن الاحداث التاريخيه اللي النادي الاهلي بيعملها، يعني بمعنى اصح يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات للنادي الاهلي. صاحب المركز الاول اللي بيحتل المركز الاول عالميا حسب التصنيف الدولي للفيفا هو نادي ريال مدريد، حدث ولا حرج، هو اعلى الانديه يعتبر حصدا للبطولات. تاني فريق معانا او المركز الثاني هو فلامينجو البرازيلي. فلامينجو البرازيلي بيحتل المركز الثاني. طبعا فلامينجو احنا عارفين اخر وقعه ليه مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه لما حصلوا على المركز الثالث في كاس العالم عن طريق النادي الاهلي، وان احنا خسرنا كان في لقاء ساذج جدا. ثالث فريق معانا بيحتل المركز الثالث هو مانشستر سيتي الانجليزي. طبعا حدث ولا حرج، جوارديولا ادي اداء اكتر من هايل، اتمنى ان احنا ما نواجهش نادي مانشستر سيتي في كاس العالم ان شاء الله. طبعا حصل على دوري ابطال اوروبا وحصل على الدوري الانجليزي، حدث ولا حرج بالنسبه لمانشستر سيتي، بيحتل المركز الثالث عالميا. رابع فريق معانا هو بنفيكا البرتغالي، بنفيكا العنيد، قدم لعيبه كتير جدا لاوروبا ولعيبه جدا لاكبر الانديه في العالم، وفريق عنيد جدا وبيأدي اداء اكتر من هايل الفتره دي، فتصنيفه كان الرابع عالميا. جينا بقى لاجمل تصنيف وحصل للنادي الاهلي هو الخامس عالميا، تصنيف هايل جدا للنادي الاهلي، حدث ولا حرج، قول لاحفادك النادي الاهلي حصل على المركز الخامس عالميا مش محليا. كمان النادي الاهلي على سقف طموحات الانديه المصريه انها توصل للمكانه دي ويأدوا اداء هايل جدا عشان يوصلوا للمكانه الجميله دي. لو جينا بقى بصينا النادي الاهلي متفوق على مين في الانديه الافريقيه والانديه المحليه، هو متفوق على الوداد اللي هو لعبه في نهائي دوري ابطال افريقيا، الوداد يعتبر بيحتل المركز الثاني افريقيا بعد النادي الاهلي. لو جينا بصينا ايه الفرق ما بينهم او تصنيف الوداد كام، الوداد تحديدا المركز ال 35 عالميا، اما محليا نادي الزمالك بيحتل المركز ال 47 عالميا، ونادي بيراميدز بيحتل المركز ال 59. عشان كده لما تيجي تتكلم على النادي الاهلي الفتره الجايه اتكلم بكل احترام وبكل ادب. طبعا من الاخبار الجميله واللي احنا بنحبها جدا النادي الاهلي تم اعفائه من دور ال 64 ودور ال 32 والكلام ده كله في دوري ابطال افريقيا الموسم الجاي او في النسخه الجديده اللي جايه، والنادي الاهلي هيبتدي من دور الثمانيه اللي هو دور المجموعات. ليه بقى؟ لان البطوله الجديده بثوبها الجديد ليها نظام جديد جدا مختلف. 8 انديه اللي بيلعبوا في السوبر ليج الافريقي دي بطوله جديده ان شاء الله هتتلعب، ال8 اللي بيلعبوا في السوبر ليج الافريقي هم بيصنفوا من الانديه الاعلى في افريقيا، فال8 دول لما يجوا يشاركوا في دوري ابطال افريقيا هيلعبوا من دور ال8 من المجموعات، غيرهم بقى 50 فرقه هيلعبوا دوري ابطال افريقيا الموسم الجديد، هيلعبوا وهيصفوا على 4 ادوار، الدور الاول الدور الثاني الدور الثالث الدور الرابع لحد ما يوصلوا ل8 فرق. ال8 فرق دول هيلعبوا ال8 فرق اللي من ضمنهم الاهلي في دوري المجموعات، يعني النادي الاهلي معفى من دوري اللي هو الدور ال 64 والدور ال 32 في دوري ابطال افريقيا الموسم الجديد، فدي حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي، مش هيبقى مجهد. ليه؟ لانه هيلعب سوبر ليج افريقي وهيلعب كاس وهيلعب دوري وكلام من ده، مش ناقص كمان ان هو يبتدي من دور التمهيدي الخاص بدوري ابطال افريقيا. طبعا عشان تبقى انت عارف بطوله السوبر ليج الافريقي دي بطوله كويسه جدا وبطوله جديده هتبقى ليها شغف جامد جدا. ليه؟ لان الاتحاد الدولي او الاتحاد الخاص بالفيفا والاتحاد الافريقي مشترطين على الدوله اللي تلعب او تشارك في السوبر ليج الافريقي لازم يكون التعداد الجماهيري على اعلى مستوى، يعني من الاخر الاستاد يبقى مليان. مش كده بس، ده انتقوا انديه وانتقوا فرق وانتقوا استادات هايله جدا تسمح ان البطوله تشرف القاره الافريقيه، وهم على اتم استعداد انه يخلوا البطوله تكون من البطولات الجيده جدا. هتتلعب عن طريق ماتش اذهاب وماتش اياب، وطبعا الفرقه هتطلع الفرقه اللي هتخسر في مجموع اللقاءين، وهتبقى بطوله جيده جدا. لو جينا بصينا النادي الاهلي هيلاعب مين او القرعه هتبتدي امتى ان شاء الله؟ القرعه بتاعت البطوله دي هتبتدي 15 يوليو ان شاء الله، موعدها ان شاء الله 15 يوليو هتتلعب القرعه، وان شاء الله الاهلي هيلاعب فرق من التصنيف الثاني اللي هم احتمال كبير جدا هيلعب مع الاربع فرق دول فرقه من الاربع فرق دول تحديدا، اللي هي سيمبا التنزاني، ومعانا انيمبا النيجيري، ومعانا مازيمبي الكونغولي، ومعانا بيترو اتلتيك الانجولي. 4 فرق على فكره جيدين جدا بس هم تصنيفهم ثاني، فالنادي الاهلي هيلاعب فرقه منهم
عن طريق القرعه. في اخر الامر هوضح لك حاجه مهمه جدا، خبر هيتم الاعلان عنه من قلعه النادي الاهلي بتاريخ 25/7 القادم، الشهر القادم. خبر قوي جدا في سوق انتقالات النادي الاهلي. النادي الاهلي خلاص هيعلن عن صفقه على هامش خلاص انهاء الصفقه دي الفتره دي. اللعيب ده هيجي للنادي الاهلي بقيمه 7 مليون جنيه مصري. القيمه بسيطه، بس اللعيب هيبقى خليفه مروان عطيه، هيبقى لعيب قوي جدا وهايل وهيفيد النادي الاهلي، وهفكرك بده يوم 25/7 ان شاء الله. اللعيب جاي مقابل ايه؟ مقابل اعاره لعيب من النادي الاهلي، لعيب اجنبي هينتقل اعاره للنادي ده، وكمان اعاره 2 لاعبين محليين مصريين لمده 2 للنادي الاخر ده. هفكرك بالموضوع ده يوم 25/7، وساعتها هتقول ان قناه ابراهيم مش فايق ليها السبق الصحفي في الموضوع ده. اتمنى لو انت عارف او بعض اللعيبه بتتخيل انها ممكن تنضم ان هم يكونوا اللعيب ده، تكتب في الكومنتات اسم اللاعب. وبكده تكون نهايه الحلقه معانا النهارده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث ان يجيلكم كل جديد. وشكرا لمتابعتكم لينا قناه ابراهيم مش فايق.